أعزائي المستمعين، صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي هتفتحوا فيه الفيديو. وزي ما احنا متعودين مع بعض، بنتعرف الأول على المكان اللي احنا متواجدين فيه. هنتكلم النهاردة عن معبد الرمسيوم واللي موجود غرب محافظة الأقصر. معبد الرمسيوم هو المعبد الجنزي للملك رمسيس الثاني، واللي اتبنى بجوار استراحة الملك سيتي الأول اللي كانت موجودة في المكان ده. ومعبد سيتي الأول ده كان أول معبد جنزي، واللي كان شمال معبد الرمسيوم الحالي. معبد الرمسيوم هنلاقيه مكون من الصرح الرئيسي اللي هو في البوابة، والصرح ده مهدم تماما، وهنلاقي مسجل على الصرح مناظر لمعركة قادش على الجدار من الداخل والخارج. بعد كده هنلاقي فناء الأعمدة اللي هنلاقيه مهدم تماما. بالفناء ده على الصرح أضخم تمثال لرمسيس الثاني، واللي هنلاقيه محطم ومرمي في أرضية الفناء. حاول قبل كده بلزوني ينقله سنة 1816 لبريطانيا، لكن فشل، وده عشان التمثال ضخم جدا، عشان الفم بتاع التمثال لوحده 3 متر ويعدي 1000 طن، وكان كله مصنوع من الجرانيت الأحمر. الجدار الداخلي في ظهر العمود من صالة الأعمدة هنلاقيه بيصور معايا معركة قادش، واللي هنلاقيه نفس المنظر اللي على جدار معبد الأقصر، لكن المنظر اللي هنا في معبد الرمسيوم بالألوان. هنلاقي بجواره تمثال لرمسيس الثاني من الجرانيت الأسود مكتوب عليه اسم بلزوني على ظهر التمثال. صالة الأعمدة حضراتكم البازيلكا بتاعتها رائعة الجمال في تفاصيلها وألوانها، واللي هنلاقيها حضراتكم على شكل وردة البرد المفتوحة، وهنلاقيها كمان بتشبه صالة ال14 عمود بتاعت معبد الأقصر، ومكتوب عليها اسم الملك رمسيس الثاني. هنلاقي في الجنوب حضراتكم من صالة الأعمدة مناظر بتمثل حملة العام الثامن على حصن دابور في سوريا من أيام رمسيس الثاني، وهنلاقي المناظر المسجلة بتسجل هجوم القوات المصرية على الحصن واللي بتقوم بهدمه. ندخل بعد كده لآخر صالة الأعمدة، واللي هنلاقي فيه الزودياك بتاع الرمسيوم، واللي بيعتبر أجمل زودياك من أيام الدولة الحديثة، وده لأنه مازال كامل بدرجة كبيرة، واللي هنلاقيه بيسبق منطقة قدس الأقداس. وهنلاقي على الشمال منه مكتبة المعبد، لكن طبعا لم يعد لها وجود. طب وعرفناها ازاي؟ من النص المكتوب عليها حضراتكم، اللي بيشير ان هنا كان في مكتبه، والمكتبه حضراتكم بتوجد هنا وفي معبد ابو سمبل وادفو وفيلة، بس في الاربع معابد دول بس، واللي كان موجود بيها وثائق الكهنه. بعد المكتبه هنلاقي قدس الاقداس، واللي ازيلت تماما. يحب المعبد مجموعه من مخازن القرابين، واللي مبنيه بالطوب اللبن، وهنلاقي جنوب منها قصر ملكي خاص بالملك رمسيس الثاني، واللي كانت استراحه ملكيه ما عادش موجود منها حاجه الا الارضيه بس.